رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مساء الفل والورد والياسمين على عيونكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء التكتكة بقى والبرد والبصوا والمشروبات السخنة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجتين حلوين جدا اساسيين جدا في الشتاء. عندي فريق كان عايز حمص الشام او الحلبسه، وفريق تاني كان عايز البليله، فانا لا زعلت ده ولا زعلت ده، قلت نعمل الاتنين مع بعض وسهلين جدا وما بياخدوش وقت. وبصوا بقى، اعظم حاجه كده تنعشي بيها معدتك في الجو البرد التكتكه اللي احنا فيه دوت هما الحلبسه والبليله. تعالوا نعملهم مع بعض ونشوف هنعملهم ازاي على طريقتي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف على طول الطريقه بتاعتنا مع بعض. اول حاجه كده زي ما انت شايفه يا ست الكل، كان عندي انا اصلا كنت ناقعه الحمص ده وكنت ناويه ان انا اعمل لهم حلبسه، بس عارفه بقى ان جات لك خليها بجميله، هما ايه عايزين حاجه بقى في البرد ده، فانا قلت لهم اوكي انا هقوم اعمل لكم ساعه واحده وهيكون الحمص والبليله جاهزين. كنت ناقعه بليله اللي هي الغله القمح يعني، والحمص طبعا اقل مده ان انت تنقعيهم فيها هم ساعتين. وطبعا يستحسن ان انت تنقعهم من بالليل لتاني يوم الصبح. انا كنت نقعهم من بالليل، وكل شويه كده نص ساعه ساعه اغير عليهم الميه زي ما انتم شايفين كده، علشان طبعا بينزل فيه اي حاجه فيه مش كويسه. طبعا بنقيهم الاول وبعد كده بحطهم في الميه، كل نص ساعه بغير عليهم الميه علشان لحد ما الميه عندي تبقى بيضه شفافه نظيفه. ودي الغله القمح ده يعني قمح فلاحي مش شاريه من السوبر ماركت ولا حاجه، عشان كده مهما بتغسلي فيه بتحسي برضو ان هو فيه سنه غمقان شويه، او اللون بتاعه بيكون غامق عن اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت. زي ما انتم شايفين جبت حله على النار كده وحطيت فيها ميه تغلي وحطينا فيها الحمص، وبرضو جبت حله تانية وحطيت فيها ميه برضو بتغلي وهحط فيها الغله. الاتنين هتشتغلي فيهم بمنتهى السهوله. بصوا الاتنين هيخلصوا مع بعض وما بياخدوش وقت بجد، من الحاجات الحلوه اللي بتدي طاقه كمان، المغذيه اللي تبقى عندك بقى في التلاجة، ممكن تقعد معاكي يوم واتنين وتلاته كمان. كل ما تحسي ان الجو برد كده وعايزين تاكلوا حاجه تطلعي وتسخني وتدي لولادك، هيبقى زي الفل. هنا بقى بعد ما الحمص عندي كده ابتدى يغلى، ابتديت اشيل الريمه البيضه ديت علشان تكون الميه عندي رايقه كده وحلوه. شايفين اصلا ميه الحمص عندي نظيفه لاني نقعاه من مده طويله، فما بقاش في اي حاجه مش كويسه، الميه بتاعته بقت بيضه وحلوه. انت بقى تقدري طبعا لو الميه عندك لقيتيها غامقه ممكن تاخديه تصفيه وتشطفيه وتحطي ميه تانية مغليه وتضيفي ليه الحمص اللي يريحك. بس انا بصراحه بحب استسهل، يعني مش بستسهل، بحب الخطوات البسيطه. يعني بما ان انا اعمل مده كافيه والميه بتاعته حلوه قدامي وزي الفل، خلاص زي ما شايفين كده عدى عليه اكتر من نص ساعه. حسيت ان هو بصوا ابتدى يستوي معايا، لسه فيه تكه يعني مش بخليه يتهري عشان لسه له اضافات هنضيفها معانا. هنا كنت جايبه حوالي 5 طماطمات كده، ضربتهم في الخلاط وصفيتهم كويس جدا من اي قشور بقى، من اي بذور، علشان تبقى الميه بتاعت الحمص عندي سلسه كده ونضيفه وما فيهاش اي حاجه بقى ايه تيجي بقنا واحنا بنشربها، يكون كمان طعمها حلو. ليه انا ما بضيفش الطماطم من الاول؟ الطماطم لما بتضيفيها من الاول وتقعد تغلي كتير هتغمقي معاكي ويبقى لون الصلصه بتاعتنا غامقه، فاحنا عايزين الصلصه بتاعتنا تكون لونها احمر زي ما بنشربها كده واحسن كمان. هنا ضفت معلقه صغيره كده من البابريكا لتعزيز اللون كمان، وطعم الفلفل ده بيديها نكهه حلوه. ضفت كمان معلقه كبيره من الثوم المفروم، او تقدري تضيفيها الثوم الصحيح يعني سليم، تقطعيه كده بالسكينه شرايح وتضيفيه اللي يريحك. وضفت كمان الملح، ملحت عندي الحلبسه بتاعتي. هنا بقى هديها يعني هتغلي غلوتين كده مع صلصه الطماطم. انا ما بحبش ان انا اضيف صلصه مع الطماطم اللي انا ضرباها، ولا هضيف بقى لا مرقه دجاج ولا بصل، ولا جربيه بالطريقه دي بصي هتدمنيه، تحفه وسهل وطعمه كده تحسي ان انت بتاكلي حمص شام مختلف وطعمه خفيف وكمان حلو قوي. هنا كمان الغله بتاعتي شايفين بعد برضو ما قعدت، مش هقول لك مده قد ايه، على حسب ما بتاخد معاكي المده، المهم انها تبقى تفتح معاكي كده او تفشر وتضغطي عليها تحسي انها استوت. برضو لسه بيكون فيها تكه كده. هنا انا بسيب فيها شويه من الميه بتاعتها، الميه دي مغذيه جدا، فيها خلاصه الفايده اللي نزلت عندنا من القمح من الحاجات المغذيه جدا، بتدي باور وبتدي طاقه. هنبتدي بقى ناخد كده من الحمص بتاعنا، من شويه من الميه من الحمص ده حطيت معلقه من الشطه بقى. تعالوا نعمل مع بعض الدقه، معلقه شطه، وخدت كبشتين كده من ميه الحمص، ودي هتبقى دقه الشطه. وهنعمل دقه الكمون. انا مش بحب اضيف الكمون للحمص لان كل ما بنيجي نسخنه كتر ما بتغلي الكمون بيدي مراره وبيغمق لونه، وانا مش بحب كده خالص. بحب اخلي الحاجات دي ولا الشطه برضو، عشان اللي مش بيحب شطه تبقى الحاجه اختياريه، يعني اللي حابب يضيف براحته.
وجهزتهم معايا كده. تعالوا بقى نرجع للبن بتاعنا او البليله. هنا جبت كيلو كده من الحليب، وحطيت عليه 4 معالق من السكر. طبعا السكر ده اختياري اللي بيحب، بس كانوا مظبوطين يعني، انا مش بحبها تكون مسكره قوي. وبيبقى كده عندنا الغله جهزت، واللبن كمان حليناه وجهز. لسه بقى هنطبق البليله بتاعتنا، ولها تكه كده واضافه مش قادره اقول لكم، هتنقلها في حته تانية خالص. معايا دايما بنعمل الحاجات السهله السريعه بس المميزه، يعني حاجات سهله وبسيطه كده بس فيها لمسه كده، ايه، لمسه فنيه بتاعتنا. تعالوا بقى نحط الحمص الشام بتاعنا. شايفين لونه وجماله ولا ريحته؟ حاجه كده جميله. بصوا بقى الصلصه والبصل، تحس ان انت عامله طبيخ. لا، ده كانك بتشربي مشروب، احسن مشروب ممكن تشربيه الحلبسه ده في افخم مكان. انت هتعمليه بالطريقه دي وهتحسي فعلا ان انت بتشربي حاجه حلوه قوي، كمان مدفئه بتدفي، كمان طعمها حلو قوي، احسن 100 مره من عربيات الحمص اللي انت بتشتريه على الكورنيش ولا الكلام ده. بجد والله بجد، يعني لما تعمليه في البيت بتلاقيه انضف واحسن واطعم بكتير جدا جدا جدا. يعني ما خدش معانا حاجه زي ما انتم شايفين. ممكن ان انت ساعتين تيجي نقعيه في ميه دافيه لو انت عايزه تسرعي عمليه ان انت تتخلصي من السموم بتاعته. الميه الدافيه بتخليه يتخلص بسرعه من السموم دي، وبيسرع معانا كمان عمليه ان احنا ايه السوا بتاعته، ما بياخدش معانا وقت ويطول. تعالوا بقى نشوف البليله بتاعتنا الروعه زي ما انتم شايفين كده. حطينا البليله بتاعتنا، حطينا بقى كمان عليها الكريمه دي، كريمه شانتيه ضربتها كده بكوبايه حليب، كريمه شانتيه خام عادي. خدت نص كوبايه وضربتها مع نص كوبايه من اللبن الحليب الساقع المتلج وضربتهم بالمضرب. وطبعا ضفت لهم معلقه واحده بس من السكر. وزي ما انتم شايفين كده ضفنا بقى، حطيناها على وش البليله بتاعتنا. عايزه اقول لكم بقى دي بديل القشطه. لو انت عندك قشطه تقدري تضيفي، ممكن تضيفي معلقه من السمنه البلدي، بس السمنه البلدي هتبقى تقيله قوي والولاد مش هيحبوها. حبيت فكره الكريم شانتيه هتكون احسن، هتدي دسامه وهتعلي التست معايا. ضفت سوداني مجروش، ضفت زبيب، تقدري تضيفي اي مكسرات عندك. طبعا جوز الهند اللي كان متوفر عندي، الزبيب والسوداني برضو بينقلوها في حته تانية خالص. عايزه اقول لك طعمها روعه. يعني بتنقلك كده الحاجات دي، بتنقلك لجو جميل كده، كانك خرجتي على الكورنيش ودخلتي بقى وقعدتي واكلتي بقى حاجه سخنه تدي باور وتدي طاقه وانت قاعده في البيت. من السهرات كده، سهرات الشتاء اللذيذه الممتعه اللي مش بتوقفك في المطبخ كتير ولا حاجه، وفي نفس الوقت بتقعد معانا في التلاجة، يعني بناكل منها يوم واثنين وثلاثه. عملت لك النهارده الوصفتين، يا رب يكونوا عجبوكي وان شاء الله تجربيهم. طبعا لما الكريمه بتسيح كده، بتسيح كلها بقى مع السخونه كده مع البليله، بصوا بتنقلها في حته تانية، بتاكلي طعم مختلف، تست عالي قوي قوي قوي. مع السوداني مع الزبيب، ميكس كده بيدوب في البق، بجد هتعجبك جدا. ده حمص الشام بقى، عايزه اقول لكم كده حاجه جنان، بجد حاجه جنان تحفه. طعمه حكايه مع الليمون، طبعا اساسي الليمون والشطه لعشاق الشطه، يعني حاجه من اجمل الحاجات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير.